قلنا قبل كده لو حبينا نستدعي عنصر معين كنا بنستدعيه عن طريق الاندكس الخاص بيه. وبالتالي لو انا عندي كود بالشكل اللي قدامي ده وقلت له هات لي A of 0، دي معناها ايه؟ في الاول خالص انا بعرف متغير اسمه ايه، وايه كان عباره عن string في الاول خالص. بس السترنج ده انا هاخده احوله لليست، معناها ان انا هحول السترنج بتاعي ده لمجموعه من الاحرف المنفصله كل حرف لوحده. وبالتالي لما اجي هنا اقول له برنت ايه، لو عملت رن السلكشن للجزئيه دي هيقول لي ايه هي عباره عن الليست بتاعتك اللي هي عباره عن اي ومسافها وايه وهكذا لغايه الاخر. كويس جدا. طب انا لو عايز استدعي حرف معين هستدعيه عن طريق الاندكس الخاص بيه. وبالتالي انا لو عايز استدعي حرف الاي فقط هقول له A of 0. هقول له ايه A of 0، هو ان 0 دي هي عباره عن الاندكس بتاع اول حرف عندي في الاسترنج. وبالتالي لما اقول له برنت اي اوف زيرو هيقول لي ايه؟ هيقول لي ده اي اوف زيرو هي عباره عن حرف الاي. هو طبع لي الليست في الاول لان انا قايل له برنت ايه. لو فقط عايز اي اوف زيرو هعمل دي كومنت واقول له اعمل لي رن للجزئيه دي، هيقول لي والله ده اي اوف زيرو هو عباره عن مين؟ هو عباره عن حرف الاي. ودي حقيقه. يبقى احنا هنا اهو انا مش هستدعي السترنج كله، ده انا هستدعي فقط حرف واحد من داخل مين؟ من داخل السترنج. وبالتالي لما اقول له A of 0 هيروح يسيب كل الاحرف ويجيب فقط الحرف اللي ترتيبه رقم 0 في السترنج بتاعه. طيب لو عرفت حاجه بالشكل اللي قدامي ده بقول له ايه هي عباره برضو عن ليست، وببصل الليست ديت مجموعه او سترنج عشان يقسمها لمجموعه من الاحرف المنفصله. وقلت بي برضو هي عباره عن ليست، والليست ديت جواها انتجر فاليوز اللي هي 62 و8 و50، وجواها برضو احمد كسترنج، وجواها كومبلكس نمبر. دلوقتي لو انا عايز استدعي الحرف السادس من المتغير اللي اسمه ايه، لو انا عايز استدعي الحرف او العنصر اللي ترتيبه رقم 6 في المتغير اللي اسمه ايه، هقول له ايه اوف كام؟ ايه اوف 5. ليه اوف 5؟ لان بايثون بيبدأ ترتيب من الاندكس رقم 0. فلو انت عايز العنصر اللي ترتيبه رقم 6 لابد تقول له ايه اوف كام؟ ايه اوف 5. وبالتالي لما اقول له ران السلكشن هيقول لي والله ده العنصر رقم 6 في المتغير اللي اسمه ايه هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن حرف الاي. عايز تتأكد؟ ده اي ترتيبه 0، المسافة ترتيبها 1، اللي ترتيبه 2، او ترتيبه 3، الفي 4، الاي هو الخمسة. وفعلا انا عايز العنصر الخامس اللي هو العنصر اللي ترتيبه رقم 6 في المتغير اللي اسمه ايه؟ في المتغير اللي اسمه ايه. برضه ينفع اقول له هات لي العنصر الخامس في المتغير اللي اسمه بي. فين العنصر الخامس؟ الاول، الثاني، الثالث، الرابع، فالخامس هو هيبقى مين؟ هو هيبقى احمد. فاحمد ده هو الاندكس رقم 4، هو العنصر اللي الاندكس بتاعه رقم 4. الاندكس رقم 4 معناها هو العنصر اللي ترتيبه كام؟ العنصر اللي ترتيبه الخامس. وبالتالي لو رميت الاثنين دول مع بعض هيقول لي ده العنصر اللي ترتيبه السادس في ايه هو ايه، والعنصر اللي ترتيبه رقم 5 في بي هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن احمد. كنا اخذنا في الاسترنج ان ما ينفعش اطلب اندكس بيتجاوز عدد الحروف او الكلمات اللي عندي. ما ينفعش اطلب اندكس بيتجاوز عدد الحروف او الكلمات اللي عندي. وبالتالي لو انا جيت عرفت متغيرين بالشكل اللي قدامي ده A و B بالشكل ده، ينفع اقول له برنت A اوف 15؟ خد بالك بقى، الاسترنج بتاعي اهو اللي هو ايه؟ اللي هو اي لاف بايثون. يعني دول كلهم بالمسافات اللي بينهم لا يتعدوا مثلا 10 او ايا كان هم قد ايه. بايثون فيها 6 والمسافه والحاجات دي كلها. فلما اجي اقول له ايه اوف 15 او حتى خليها ايه اوف مثلا 19 هيديني ايه؟ هيديني ايرور او خطأ. ليه؟ لان دلوقتي انا بطلب عنصر الاندكس بتاعه مش موجود، او اندكس العنصر اصلا مش موجود. بطلب اندكس لعنصر مش موجود، وبالتالي بيقول لي ليست اندكس اوت اوف رينج.
العنصر اللي الاندكس بتاعه 19 مش موجود عندي. العنصر اللي الاندكس بتاعه 19 ماله مش موجود عندي، اوت اوف رينج، ما هواش موجود. وبالتالي بعد اذنك لو عايز تطلب عنصر داخل الاسترنج بتاعك او من ضمن الاسترنج بتاعك، فاطلب عنصر موجود الاندكس بتاعه موجود. لو عايز مثلا تقول له مثلا هات لي العنصر السادس، قول له ايه في 5. هات لي العنصر مثلا العاشر، هقول له ايه في 9. وبالتالي لما اقول له هات لي ايه في 9 واقول له رن، في الحاله ديت هيرد عليا وهيقول لي ده العنصر اللي ترتيبه العاشر هو حرف التي. كويس. لو عايز مثلا العنصر الرابع في الليست اللي اسمها بي، هقول له مثلا هات لي بي اوف كام؟ بي اوف 3. هنا هيرد عليا، وبالتالي لما اقول له رن هيقول لي والله ده العنصر الرابع عندك هو عبارة عن مين؟ هو عبارة عن ال50. لكن ما ينفعش اجي على بي واقول له بعد اذنك هات لي العنصر اللي الاندكس بتاعه رقم 10. هيقول لي 10 ازاي يا عم؟ ده الكلام ده اوت اوف رينج، انا ما عنديش عنصر الاندكس بتاعه 10. تمام كده؟ لان فقط انت عندك كام عنصر؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى اخرك تقول له بي اوف 5، اللي هو اخر عنصر عندك في الليست اللي اسمها بي. اخرك تقول له بي اوف كام؟ بي اوف 5، اللي هو العدد المركب اللي هو بتاعنا اللي انا معرفه له في المصفوفه بتاعتي دي او الليست بتاعتي دي. كمان كنا اخدنا حاجه في الاسترنج، هو ازاي بنعرض عناصر برينج معين من عناصر الليست الاصليه بتاعتي. ازاي بعرض عناصر برينج معين من عناصر الليست الاصليه بتاعتي؟ لما كنت بقول له آه يا بايثون انا مديك ليست كبيره، مثلا هعرف ليست اسمها ايه بالشكل اللي هو قدامي ده، وايه ده عباره عن ليست جواها مجموعه كتير قوي من العناصر بتاعتي دي. وبعد اذنك يا بايثون اعرض لي فقط العناصر من كذا لكذا، يعني رينج من كذا لكذا. وبالتالي لو حبينا نعمل ليست جديده اسمها ايه، والليست دي هي عباره عن عدد معين من العناصر، والعدد ده جاي من الليست الاصليه، فلو جيت مثلا وقلت له خلي البي هي عبارة عن الليست الأصلية اللي هي ايه، بس قلت له هي عبارة عن الليست الأصلية اوف من 1 إلى 7، دي معناها ايه؟ كأني بقول له روح على الليست الأصلية اللي هي ايه، وخد العناصر من العنصر الثاني الى العنصر السابع. ليه الثاني؟ لان انا قايل له ايه اوف 1، فواحد ده معناها العنصر اللي ترتيبه رقم 2. العنصر اللي ترتيبه رقم كام؟ 2 الى 7 لغايه العنصر كام؟ لغايه العنصر السابع. وحط لي دول في ليست جديده وسماها ايه؟ وسماها بي. وطبعا كان ينفع اقول له كده اعرض لي هات اخد دول واحطهم جوه برنت، بس بحكم ان انا عايز احطهم في ليست جديده اسمها بي، فبقول له خلي البي بتساوي كذا. يبقى دي معناها ايه؟ بعد اذنك روح على الليست الاصليه الكبيره اللي هي ايه، وخد العناصر من العنصر الثاني الى العنصر السابع ورجعهم لي في ليست جديده اسمها ايه؟ اسمها بي. وبالتالي لما اقول له كده واقول له رن، هيقول لي خد بالك ده بي عباره عن 2 و3 و4 و5 و6 و7. ليه بدأ من 2؟ لان الاثنين هي العنصر اللي ترتيبه رقم 2 في الليست بتاعتي، او بطبقا للاندسيز هو العنصر اللي ترتيبه رقم 1، لان الواحد الاندكس بتاعه 0، 2 الاندكس بتاعها 1. وهيفضل ماشي لغايه ما يوصل للعنصر رقم كام؟ رقم 7. هيقوم مرجع لي دول في ليست جديده اسمها ايه؟ في ليست جديده اسمها بي. طيب لو عايز اقول له هات لي من العنصر اللي ترتيبه رقم 6 لغايه الاخر، ها العنصر اللي ترتيبه رقم كام؟ العنصر اللي ترتيبه رقم 6 لغايه الاخر. يبقى هقول له ايه اوف 5 الى الاخر. ايه اوف 5 معناها ايه؟ معناها هات لي من العنصر اللي ترتيبه رقم 6، لان 5 هي الاندكس. اندكس 5 معناها العنصر اللي ترتيبه رقم 6 في الليست بتاعتي. العنصر اللي ترتيبه رقم 6 في الليست ايه؟ في الليست بتاعتي اهو، من غير ما اقول له رن. ادي العنصر الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. يبقى هيبدأ من كام؟ من 6 لغايه الاخر، لان 6 هي العنصر اللي الاندكس بتاعها ب5، او هي العنصر اللي ترتيبها رقم 6 في الليست بتاعتي. وبالتالي لما اقول له ران السلكشن هيقول لي ايه؟ ده بي هي عباره عن ليست جديده وعناصرها من 6 لغايه كام؟ من 6 لغايه الاخر. لستة لان انا بادئ من العنصر اللي الاندكس بتاعه 5،
او العنصر اللي ترتيبه 6 داخل الليست بتاعتي. طيب لو عايز اقول له بعد اذنك رجع لي من اول عنصر غايه عنصر معين، اقول له مثلا A بتساوي كذا، وبي هي عبارة عن A اوف من الأول لغاية العنصر الكام؟ لغاية العنصر الخامس، من الأول لغاية العنصر الخامس. هيقول لي والله يبقى بي هي عبارة عن ليست، والليست ديت من الأول اللي هو أول عنصر اللي هو واحد واثنين وثلاثة وأربعة لغاية العنصر اللي ترتيبه كام؟ لغاية العنصر اللي ترتيبه الخامس. طيب ناخد بالنا، احنا قلنا قبل كده لما أقول حاجة بالشكل ده دي معناها ايه؟ لما اقول له حاجه بالشكل ده دي معناها ايه؟ شاطر الناس اللي فاكره. معناها بقول له بعد اذنك يا بايثون هات لي جميع عناصر الليسته ما عدا اخر ثلاثه. هات لي جميع عناصر الليسته ما عدا اخر ثلاثه. لما اقول له ايه اوف وافتح اقواس براكت واقول له فاضي الى -3، معناها ايه؟ معناها هات لي جميع عناصر الليست ما عدا اخر 3 عناصر. وبالتالي لما اجي هنا طبعا هياخد دول ويرجع قيمتهم ويحطها فين؟ في المتغير اللي اسمه بي، واقول له برنت بي، هيقوم قايل لي ده انا هطبع لك قيمه الاي زي ما هي ما عدا اخر 3 عناصر اللي هي 60 و70 و80. وبالتالي رجع لي الاي لغايه 50. فين اخر 3 عناصر اللي هم 60 و70 و80؟ ما رجعهمش. ليه؟ لان فعلا انا قايل له رجع لي جميع عناصر الايه ما عدا اخر 3 عناصر، وبالتالي رجع لي فعلا جميع عناصر الليست اللي اسمها ايه ما عدا اخر 3 عناصر فيها، وبالتالي اداني قيمه مين؟ اداني قيمه البي. طيب لما اقول له حاجه بالشكل ده اهو، A اوف -3، معناها ايه اوف -3؟ معناها بقول له بعد اذنك يا بايثون هات لي العنصر رقم 3 من ناحيه اليمين. هات لي العنصر رقم 3 من ناحيه مين؟ اليمين. يبقى هيقول لي ده واحد، ده اتنين، ده تلاته، اللي هو كام؟ اللي هو 60. وبالتالي لما اقول له رن هياخد ال 60 ويحط قيمتها فين؟ ويحط قيمتها داخل المتغير اللي اسمه بي. دي كانت بعض العمليات البسيطة اللي ممكن أعملها على إيه؟ اللي ممكن أعملها على الليست، واللي إحنا شفنا زيها قبل كده.